أهلا بيكم النهاردة وفيديو جديد. النهاردة حابة أتكلم مع كل زوج حاسس بالملل بالروتين في علاقته الزوجية، عايز يغير من علاقته دي، عايز يدخل في علاقة جديدة، عايز كمان يتجوز زوجة جديدة. عايزة أقولك استنى شوية، استنى شوية علشان في حاجات لازم تفهمها عن نفسك قبل ما تتقدم للخطوة دي. افهم الأول إن المرحلة اللي انت عايش فيها ومشاعرك من جوه عاملة ازاي ونفسيتك عاملة ازاي ومخك كمان عامل ازاي قبل ما تاخد الخطوة دي، لأنك في الغالب هتندم عليها لو خدتها، خاصةً لو خدتها في جو من الروتين اللي أنت حاسس بيه جوّه علاقتك الزوجية مع زوجتك. النصيحة اللي أنا باقدّمها النهارده لكل الأزواج هي نصيحة من واقع الاستشارات الأسرية والزوجية اللي اتعاملت معاها وسمعتها في مواقف كتير جدًا، وكمان من الناحية العلمية. طيب اللي لسه ما اشتركش معانا في القناة يا ريت لايك وشير وسبسكرايب وتعليم الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، وتعالوا نشوف مع بعض إحنا ليه بنوصل لمرحلة الملل وإيه علاجها. في البداية وأنت في مرحلة الشباب كزوج كشاب وعايز يتقدم للزواج من بنوتة جميلة، أكيد أنت ما أُعجبتش بزوجتك دي من فراغ، أكيد أنت شُفت فيها صفات جميلة لفتت نظرك بيها، حسيت إن هي مميزة عن غيرها من البنات، علشان كده أنت اتقدمت لها، وبالفعل اتقدمت وصرفت وجهزت بيت الزوجية، وعملت بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم ووصيته لينا عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب يعني أنت كده بزواجك أنت عملت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعصمت نفسك من الحرام بالحلال بشرع الله عز وجل ليك. طب السؤال بقى اللي هيجنن كل الناس، هو ليه بعد ما كانت العلاقة حلوة وجميلة وبادئة بشكل رومانسي جميل جدًا وقوي جدًا وعواطف جياشة في العلاقة الزوجية في بدايتها وأثناء الخطوبة، ليه بعد الزواج بفترة بسيطة كل المشاعر دي اتلخبطت واتغيّرت؟ ليه حصل انطفاء للحب؟ ليه دايمًا يقولوا إن الزواج هو مقبرة الحب؟ ليه كل الأقوال السيئة دي؟ ليه الناس لمّا حد يسأل واحد متزوج يقول له: "لا، لا، لأ، اوعى تتجوّز، جواز إيه يا عم، خلّيك في حريتك، خلّيك على راحتك." ليه نقول كده؟ ليه نقول كده مع إن رسولنا عليه الصلاة والسلام موصّي الشباب بالزواج، عشان يعِف نَفْسه ويحسن فرجه ويغض بصره، ليه بنخالف سُنّتنا؟ وصلت لنا من الناس إن هم لأ، ده مش سُعدا، لأ ده بعد ما اتجوّزوا شُعلة الحب دي انطفت. بدأت المشاكل وبدأت الحالات الخيانات وبدأ الطلاق. تعالوا نفهم بقى اللي بيحصل في مخنا من الناحية النفسية ومن الناحية العلمية، إيه اللي بيحصل في عقلنا، اللي بيحصل في مخنا، إيه اللي بيحصل في جسمنا. في البداية لازم تفهموا إن في البداية في مشاعر الحب والولع والحاجات دي كلها كان مسؤول عنها أحد الهرمونات الكيميائية في المخ، بيُفرز في المخ. الهرمون ده لمّا بيُفرز في بداية العلاقات، الهرمون ده بيؤدي إلى اشتعال العلاقة. الهرمون اسمه أو المادة دي اسمها الPhenyl Acylamine. المادة دي وظيفتها إنها بتتحكم في المشاعر، في حجم المشاعر، في قوتها بين الزوجين، بين العلاقات اللي في البداية، في أول العلاقة. فبتفرز كميات كبيرة جدًا، لكنها خطيرة جدًا على جسم الإنسان وعلى عقله. وعلشان كده من حكمة ربنا سبحانه وتعالى علينا بيها، إن ربنا كأنه بيأمرها بالتوقف بعد إفرازها لفترة كبيرة بكميات كبيرة حصلت في مخنا وحصلت في مشاعرنا، توهُّج في العلاقة وكمية كبيرة جدًا في المشاعر. فربنا سبحانه وتعالى يعني يخلّي الجسم يمتنع شوية عن إفرازها علشان يحصل اتزان في المُخ، وإلا هي خطيرة جدًا على المُخ، يعني كثرتها خطيرة ممكن تذهب بالعقل. طيب السر ده وده يعتبر السر الكامن ورا اختفاء مشاعر الحب والولع والهيام والمشاعر اللي كانت قوية جدًا وعنيفة بين أي اتنين مرتبطين في البداية، إن اختفى العنصر ده إفرازه اختفى من المُخ، وعلشان كده تلاقي المشاعر هديت وبقينا شايفين بعض، وبدأت تتقال كلمة ده مراية الحب عامية، هو أنا كنت شايفاها الأول بصفات كذا وكذا وكذا، أنا مش لاقية حاجة في الصفات دي دلوقتي،
هو أنتِ مش لاقية، هو فعلًا الهرمون لمّا اشتغل خلّاكِ ما أنتيش عايزة تشوفي أي صفات، أنتِ بتحبيه وبس، الهرمون ده بيقول لِك تحبيه وبس، يعني هرمون مشاعر عالية جدًا. عشان كده نصيحتي إنِّك لمّا تحسّي إن الزوج أو الزوجة يحسّوا إن مشاعر الحُب مشاعر الحُب قَلِّت والروتين بدأ يزيد ما بينهم في العلاقة، حاولوا ما تاخدوش قرار في الوقت ده. ليه؟ الهرمون ده يا جماعة لمّا بيبطّل يُفرز، بيبطّل مدة ما بين سَنة ونُص ل3 سنين أعلى حاجة، الMaximum بتاعه هو ال3 سنين، مش هيزيد عن كده، وبعد كده يبدأ يُفرز تاني. طيب في الوقت ده نعمل إيه؟ سبحان الله، في الوقت ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا، زي ما ربنا منع الهرمون ده لإنه زيادته هتأذي جسمنا، هتأذينا، هتأذي عقلنا، ربنا بدّله لنا بنوع تاني يضخ في جسمنا برضه اسمه مادة الأندروفينات. طب المادة دي بقى بتعمل إيه؟ بتعمل فينا بتزوّد عندنا تزوّد عندنا الإحساس. الإحساس بإيه؟ خُد عندك بقى وعِد معايا، إحساس التراحم، إحساس الأمان، إحساس الشعور بالمسؤولية، إحساس الاحتواء للآخر، الإحساس بالشعور بالمتعة والترابط الحقيقي، الإحساس بتكوين الأسرة. إيه ده؟ إيه المشاعر دي؟ أيوه، هي دي مشاعر الارتباط اللي بنقول عليها. عارفين إحنا بنترجمها في الدين بإيه؟ المودة والرحمة. أيوه، لمّا نبدأ نحس بالملل، نبدأ نحس إن إحنا خلاص كسلانين وملّانين ومش حابين بعض بنفس الوهج الأولاني في أول علاقة، بس في حاجة برضه رابطانا ببعض، في حاجة مخلّيانا مش عارفين إحنا زهقانين من بعض، إحنا ملّانين من بعض، ما فيش علاقة كده والحياة ما بيننا راكدة، لكن كل طرف فينا حاسس بالمسؤولية ناحية التاني. بقى في علاقة من المودة والرحمة ما بيننا مخلّيانا ماسكين لسه ببعض. في حاجة كده مش عارفينها هي إيه، هي دي، هي المودة والرحمة، هي دي الأندروفينات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمر مخنا إن هو يفرزها علشان يبقى ما بيننا وما بين بعض خيط رفيّع ماسكينه، كل واحد فينا ماسكه من طرف. علشان كده باقول لكم لمّا تحسّوا بالروتين والملل الزوجي يدخل حياتكم، حاولوا ما تستسلموش للإحساس ده، وحاولوا تحافظوا على الخيط الرفيّع اللي ما بينكم وما بين بعض، اوعوا تقطعوه، اوعى تقطعه تروح تتجوّز أو تروح تعمل علاقة خارجية مع أي حد أو من أشكال العلاقات الأخرى دي، لإن أنت بعد حتى ما تعمل كده، خُد بالك هيرجع الfinal أسيل أمين يفرز تاني، وهترجع تحبها تاني. وهترجع تحس إن أنت ندمت إن أنت مشيت الخطوة اللي كانت في النُص دي، إنك رُحت اتجوزت من واحدة تانية غيرها، أو إنك سِبتها، أو إنك طلّقتها، وده اللي بيبرر ليه مشاعر ناس تانية بتتغيّر بعد حتى ما ينفصلوا أو يخون أو يروح يتجوز عليها، ويحس الزوج بعد كده إن هو لأ، هي الأولانية، هي حبيبتي، أنا عايز أرجع لها هي مشاعرك تقوم تاني ناحيتها، ليه؟ يبقى هو ده السبب. علشان كده باقول لكم ما تاخدوش القرار في وقت الشعور بالملل والروتين، الملل والروتين جاي علشان هرمون الحب بتاع الفاينل أسيل أمين ما بيفرزش، واخد أجازة، فوقت ما هو واخد أجازة بس في غيره بيدّيك نوع من الارتباط مع زوجتك، فما تستسلمش للإحساس الأولاني، لأ حافظ على بيتك، حافظ على أسرتك، حافظ على الكيان اللي أنت عملته ده، أنت تعبت على فكرة على ما عملت الكيان ده. أنت كان قدّامك تعيش حياتك حُر في البداية، لكن أنت حبّيت تاخد طريق حلال ربنا ومشيت فيه، اوعى بقى تغُرّك الفتن في الحياة ويغُرّك المشاعر إنّك بتدوّر على الحُب والالتفات وإنّك عايز تدوّر على العلاقة الأولانية اللي كانت فيها نوع من أنواع اللي كنت حاسس بيها مع زوجتك الأولانية وبعدين مش لاقيها بقى تاني، فرايح تدوّر على نفس المشاعر دي مع واحدة تانية، ما تقلقش أنت هترجع لها تاني مع زوجتك، بس اصبر على ما الفترة دي تعدّي، يعني زي ما دايمًا نقول إيه، أي مُنحنى في الحياة كلّها زي ما بيطلع أو زي أي موجة زي ما بتطلع بييجي عليها وقت تنزل، لكن بترجع تطلع تاني، عشان كده نصيحتي النهارده لأي زوج اوعى تفرّط في بيتك، وأنتِ كمان لأي زوجة اوعي تفرّطي في بيتِك وقت إحساسكم بالفتور في العلاقة، أنتم حاولوا تجددوا نفسكم، جددوا نفسكم، جددوا مشاعركم ناحية بعض، استدعوا مشاعركم ناحية بعض، عن طريق رسايل حلوة ترسلوها لبعض، عن طريق صور جميلة تجمعكم ببعض، عن طريق رحلات حلوة ممكن تخرجوها مع بعض، ولِّدوا حُب من جديد، حاولوا أنتم اللي تسعوا إن أنتم تعلّوا تاني مشاعر الحُب من جديد ما بينكم، لغاية الفترة دي ما تعدّي بسلام وأمان،
ويحصل اتزان في عقلنا تاني، في مخنا تاني، في جسمنا تاني، ويبدأ هرمونات الحب تفرز في حياتنا من جديد تاني. ويا رب أتمنى أكون أفدتكم، وأتمنى صلاح بيوت المسلمين كلهم يا رب، اللهم آمين. لو حبيتوا الحلقة، أنا إن شاء الله هاكمل معاكم في سلسلة خاصة بالأزواج والزوجات، إيه اللي هي الاهتمامات الخاصة بكل زوج، وكل زوج محتاج إيه من زوجته، وكل زوجة محتاجة إيه من زوجها. خليكم معانا إن شاء الله في الحلقات الجاية، حلقات قوية جدا وجميلة ومفيدة لبيوتنا إن شاء الله كلنا. اللي لسه معانا ومتابع لآخر لحظة، يا ريت لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة اللي جاية. دمتم بألف خير.